بصوا بقى، خلينا نشوف الاسعار بعد العيد عامله ايه. السوق كان فيه ايه الاسعار؟ انا جايبه جايبه مع الحاجه ديت برضو سمك. هقول لكم اسعار كل حاجه كده في الفيديو عشان اعرفكم الاسعار بعد العيد بتبقى عامله ازاي. بس الحمد لله، اللهم لك الحمد، بلاش نحسدها علشان خاطر تهدى علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين، اللهم امين. بصراحه ما كنتش ناويه اعمل فيديو المشتريات دوت، بس قلت خليني اعمله لكم علشان خاطر اعرفكم الاسعار عندنا احنا في السوق بتاعنا بعد العيد. الاسعار بكام، ال- اللحوم بكام، الكلام ده كله. يلا بينا ندخل بقى في الفيديو. بس خلينا ندعي الاول لجميع موتانا وموتاكم وجميع موتى المسلمين اجمعين، اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم، اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند السؤال يا رب العالمين، واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم، اللهم امين يا رب العالمين. ده خلينا ندخل في التوابل. ده انا مش جايباه من هنا، انا كنت جايباه من تقريبا كان في رمضان، في اخر رمضان. كان في اخر رمضان من عطار عندنا. ده ب10 جنيه. حبة الورق اللورا دول كنت بجيبهم ب5 جنيه والله. فده ب10 جنيه. انا جبته عشان اللي عندي قرب يخلص. بحب اجيب التوابل بالذات واحطها في التلاجة، ما بتحصل لهاش اي حاجة طول ما هي في التلاجة عندك، بتقعد بالسنين ولا بتسوس ولا بتحصل فيها اي حاجة. بتطلع حمصيها شوية على النار، تطلع الزيوت بتاعتها وتطحنيها عادي جدا. انا بزود كمان التوابل بتاعتي الحصى، بزودها شوية ملح علشان خاطر ما تسوسش بسرعة. فلفل الاسود ده اللي انا اتفاجئت من سعر الربع كيلو ب40 جنيه تقريبا، ب40 جنيه، لان انا جبت الاتنين دول ب50، 40 و10 50 جنيه. فبجيب الفلفل الاسمر، الكمون، الكزبره، الكلام ده كله بحطه في التلاجة حصى. وقت ما بعوز ان انا اطحن بطلع من التلاجة، لاني اوقات كتير بنسى ان انا اجيب، وفجأة التوابل بتخلص من عندي. فاول باول كده بحب اجيب مثلا 8 كيلو، ربع كيلو، احطه في التلاجة. اللي انا اتفاجئت من سعره وانا بجيب، اللهم صل على النبي، الكمون الربع كيلو تخيلوا بكام؟ الربع كيلو كان تقريبا ب60 جنيه ولا ب50 جنيه، والله مش فاكرة السعر قوي، بس اللي هو كان اللي هو الكيلو ب200 وشوية. فاللي هو انا قلت له ليه يعني؟ ده كمون، الكمون طلع اغلى حاجه في التوابل. الفلفل الاسمر الربع كيلو ب40 جنيه، فجبت انا ب10 وب40 ربع كيلو بشيله، انا اصلا بطلعه من التلاجة يعني علشان اوريه لكم. طبعا القهوه ما اقدرش استغنى عنها. ابو عوف هو يعتبر دلوقتي انضف حاجه، هو ودار البن اللي في الف مسكن. بس هو كان اخر مره لما رحنا في العيد او قبل العيد كان مأجز خلاص قفل. فبمشي حالي كده بابو عوف. المحوج ده فظيع، بس مش فاكره بكام، تقريبا بحاجه و40 او ب35 جنيه حاجه زي كده، او ب38 حاجه زي كده. البطاطس بقى، البطاطس انا سألت عليها هنا عند البيت. الست اللي هنا دي انا بصراحة ما بحبش اجيب منها، لان هي استغلالية، يعني هي ست كبيرة بس استغلالية. انا ما بستلطفش خالص ان انا اجيب من عندها، ما بحبش حد يستغلني. فجبت من السوق. في كان كيلو ونص ب10 وكيلو وربع ب10. دي كيلو وربع ب10 عشان كبيرة، انا ما بحبش البطاطس الصغيرة. الصغيرة اللي هي قد كده كانت عندك كيلو ونص ب10 ديت. مثلا لو هتسلقيها، هتعمليها مثلا لو انتوا من عشاق البطاطس الصغيرة. لكن انا برجح ان انا لما اجي مثلا عايز احمر بطاطس، فبدل ما اطلع 10 بطاطسيات صغيرين، لا بطلع بطاطسيتين كبار وبريح دماغي. فاهمين قصدي ايه؟ برجح دايما الكبيره في الحاجات ديت. فاهمين قصدي ايه؟ فجبت 2 كيلو وربع، 2 كيلو ونص، 2 كيلو ونص ب20 جنيه. دي كده البطاطس. نيجي بقى، الكلام ده انا كنت جايباه امبارح. فحبيت ان انا ما كانش بصراحه امبارح، عارفين كنت تعبانه كده والميه كانت قاطعه، فاهمين؟ فالواحد كان مقريف كده. الخيار انا جايباه امبارح الكيلو ب5 جنيه، هو كبير شويه. بس الكيلو ب5 جنيه انا عايزاه كده كده عشان سلطه، ويقعد في التلاجة عندي، لاني رفيع لما بيقعد بينشف. ملوش روح ان هو يعيش، لكن دوت بيقعد شويه. فجبت كيلو ب5 جنيه. الخيار والطماطم كان في عنده 3 انواع طماطم، في عنده ب5 جنيه، وفي كيلو ونص ب10، وفي كيلو وربع ب10. فانا جبت كيلو ونص ب10، اللي هي الخضرة شوية اهي. حلوه جدا ما شاء الله ولذيذه يعني. واللي هي حلوه، عارفين اللي هي التانية بقى التفاحي بقى، اللي هي عارفين بتشيله على طول ما بتنقوش. لكن دي بتنقي شويه، وام 5 جنيه ديت اللي هي المستويه شويه، اللي هي بتتعمل صلصه. فانا جبت دي عشان عايزاها للسلطه. فجبت كيلو ونص ب10 وكيلو خيار ب5، فدفعت عنده 15 جنيه. امتنان ده بقى العسل.
جبت عسل علشان خاطر لو هنحلي حاجة، لان طبعا انا لما جيت تعبت وكده فالدكتور منعني من حاجات كتير. فقلت هحلي بعسل، يعني لو هعمل مثلا لبن هعمل، بس ممنوع اصلا من اللبن. لو هعمل اي عصائر فهحليها بعسل. آه، البرطمان ده ب35 جنيه، يعني انتوا متخيلين؟ هو قال لي 35، بحسبه الربع كيلو الكبير، لا ده قال لي ده الربع كيلو، ده الربع كيلو والله العظيم ب35 جنيه. اللهم لك الحمد يا رب. الموز بقى، الموز ده كان عنده 2 نوع، يعني عنده نوعين، النوع اللي هو المستوي شويه ب10 جنيه، والنوع ده اللي اخضر شويه اللي بيعيش، يعني لو قعد عندك 4 5 ايام هيبدا ان هو هيدخل في السوا. فانا رجحت ان انا اجيب ده، لاني عندي الموز بيقعد كتير جدا، يعني عارفين اللي هو ممكن انا عندي في التلاجة باظ، فاهمين قصدي؟ بس بشيله في التلاجة عشان خاطر انتوا فاهمين الهاموش بتاعه غريب قوي، وانا بكره الهاموش، فبشيله في التلاجة. فجبت كيلو ربع موز ب15 جنيه، قال لي هديكي كيلو ربع ب15 جنيه بس كده. فاهمين قصدي بقى ايه؟ فدوت كده كانت اسعار السوق. وطبعا حبيت ادلع نفسي، انا هو غلط عليا، بس عارفين اللي هو ادمان. اللي تشيتوس ده والله ادمان، عارفين؟ خصوصا اللي بالليمون ده فظيع. في كمان بقى السوفت رولز ديت، انا ما عنديش مناديل بقالي فتره، فدي كنت بجيبها تقريبا ب 18 جنيه. دي كنت تقريبا بجيبها ب 18 جنيه، مش عارفه هي دلوقتي بكام الصراحه. فجبت كمان واحده من ديت. فهي دي كانت المشتريات بتاعتي بعد السوق، بعد قصدي العيد من السوق. عرفوني الاسعار عندكم عامله ايه. اصلا ما كنتش ناويه ان انا اصور لكم الفيديو دوت بصراحه، فيديو مشتريات، كنت هدخله في فيديو تاني كده، بس يعني ايه، قلت خليني اعرفكم اسعار السوق بعد العيد، وعرفوني برضو الاسعار عندكم، لاني معظم البائعين لسه كمان ما قعدوش، السوق كان هادي شويه، فاللي هو كان في اللطيف يعني. بس ده كده كان فيديو النهارده، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامه.